يحكيوا على 3 أصحاب كيما نقولوا ما زالوا في عمر الشباب، في العشرينات هكاكا، ما عندهم حد، مقطوعين من شجرة، وتلقاهم ديما مع بعضهم كيف الأخوة، وحتى السكنة زادة يسكنوا مع بعضهم، هاوكا كارين ببيتة صغيرة، كارينها كيما نقولوا في الشهر بريال ولا زوز، وحتى في الخدمة زادة ديما مع بعضهم، كان القاو مرمى يخدموها مع بعضهم، وكان القاو حمالة متاع شعير ولا قمح يهبطوها مع بعضهم، واللي يصوروه يقسموه بين بعضهم، وكل عشية يروحوا الهيك البيتة اللي كارهينها، وكل واحد يجيب معاه شوي خبز والآخر يجيب شوي زيتون، ويتلموا ويتعشاوا ويرقدوا. هيا قعدوا سنين على هيك المعدل لين نهار فدوا، قالوا يا أخي احنا عنا ورثة ولا تركة في هالبلاد، أرض الله واسعة، نخرجوا ونمشيوا لبلاد أخرى، بلكي يكتب لنا ربي رزق ونوليوا من الأغنياء، أشكون يعرف، أما خير ولا نبقاو طول عمرنا ناكلوا في الخبز والزيتون. أي ما كانوش من العاكسين، لموا بعضهم وقصدوا ربي، وهما بطبيعتهم لا عندهم جمل يسوقوه ولا حصان يركبوه ولا حمل يهزوه، دزوها على القدمين، مرة يمشوا ومرة يقعدوا، وكطيح الليل يجبدوا طرف بسيسة يتعشاو، واثنين منهم يرقدوا ويبقى واحد يعس. أي قعدوا يمشوا يمكن أسبوع ولا أكثر، حتى وصلوا لبلاد كبيرة ما يتشاف طرف هاوين، بلاد تقولش عليها اسكندرية القديمة ولا بغداد في زمانها. عجبتهم البلاد، قالوا نبقاو هوني وإن شاء الله آيات الرزق. أي بداوا يلوجوا على خدمة، مرة يمشوا يلقاهوا يسألوهم يستحقوش خدامة، ومرة يمشوا الحانوت عطار يسألوه يستحقش صانع، ونهار كامل وهم يلوجوا حتى لين طاح الليل، وما عندهمش باش يكروا في وكالة ولا فندق. قالوا توا ما عناش وين نباتوا، ما علينا كان نمشوا للجامع، وكان ما خلوناش نرقدوا في الجامع توا نرقدوا في الجبانة، كان لازم، ما قبل تلقى الجبانة ديما لاصقة في الجامع. أي سيدي وهم هكاك يمشوا يحكوا مع بعضهم، لين ناداهم راجل لابس لبسة مضخمة ويظهر لباس عليه كأنه شهبندار التجار، وملي شافوه فرحوا وقالوا هذا هو سعدنا جانا، ويمكن ياسر باش يخدمنا معاه في حاجة. مشاولوا سلموا عليه، راجل متواضع ومحقرهمش في السلام، ومنها قالهم راني مصباح وانا نلوج على خدامة يسوقوا معايا الغنم، انا تاجر من بلاد بعيدة، جبت معايا قافلة معبية بالتمر، بعتها ولقيت هوني راس الغنم رخيص. أي قلت نشري بالفلوس اللي صورتهم من قافلة التمر كلها غنم ونهزم بيها جي بلادي، وأنا عندي قافلة جمال وعندي معايا خدامة يسوقوا في الجمال، ولكن الغنم ما نجمش نسوقهم وحدي، قلت نحوم على خدامة يسوقوهم معايا، ومصباح وانا نلوج ومحب حد يقبل يمشي معايا، اللي نقول له يقول لا، يا أخي شفتكم من بعيد قلت خلي نسألهم، هما بطبيعة الحال نهار كامل وهم يلوجوا في خدمة. قالوا له نمشيوا معاك وين تحب. أي سيدي هكا الليلة فرح بيهم، هزم عشاهم في مطعم وكرالهم في فندق، والصباح قصدوا ربي معاه. يا سيدي هو ركب على حصانه وهما يسوقوا في الغنم وراه، وقدامهم القافلة متاع الجمال، وقصدوا ربي لبلاد التاجر. وباش ما نطولوش عليكم الحكاية، قعدوا مدة يمشيوا ممكن أسبوع ولا أكثر، حتى وصلوا لبلاد عمرهم ما شافوها حتى في أحلامهم. قعدوا يمشيوا في شوارعها وهما كل واحد منهم حال فمه في عجب ربي. وصلوا الغنم للسوق وقعدوا معاه نهار كامل لين باعوها الكل، وبعد قالهم وراي نمشوا للدار. مشاو معاه، يلقاو الراجل ساكن في قصر، تقول قصون الملوك، الرخام للسقف والثريات في كل بيت، وهما ما هو الشيء هذا أول مرة يشوفوه، وعمارهم ساكن عداوها الكل في هاك البيت الصغيرة. قعدوا حالين فامهم في عجب ربي. نادى على الخادمة، قالها جيب لهم العشاء وحضري لهم بيت من البيوت يباتوا فيها. هزتهم الخادمة البيت وجابت لهم العشاء، تعشاوا ورقدوا، والصباح زاد فاقوا يلقاو فطور الصباح يستنى فيهم، فطروا وقعدوا يستناو فيه، وهما يوشوشوا بينهم وبين بعضهم وهما يقولوا
يا أخي هذا مش باش يخلصنا في تعبنا، تو عنا جمعة وإحنا نسيروا معاه من بر البر. والآخر يهمس في صاحبه ويقول له أنت عاد الكبير فينا، أنت برا كلمه. وهما هكاك يتناقشوا حتى دخل عليهم هو وقالهم سامحوني يا جماعة طولت عليكم، ومنها جبد سرة معبية باللويز. هما يسخيلوه باش يجبد يعطيهم منها شوية حق تعبهم، ولكن هو راجل شبعان كيما نقولوا، وربي عطيه على قد قلبه. مدهالهم السرة كاملة وقالهم هذا تعبكم، ولو كان مش منكم انتوما راهو الرزق الكل ضعلي في الصحراء ومنلقاش شكون يوصلهم معايا. أي شكروه، ومنها قصدوا ربي وهما فرحانين، أول مرة في حياتهم يكسبوا كل هالرزق. وين تلقاهم عاد؟ من حينهم مشاو للمطعم وبداو يهبطوا في الأصناف اللي عمرهم ما ذاقوها قبل، وهما يضحكوا وفرحانين، وساعات يبقوا يلوموا في رواحهم ويقولوا لو كان خرجنا من قبل من هاك البلاد الممحونة رانا توا في خير ونعيم. وهما هكاك يضحكوا لينقالهم الكبير فيهم أي توا عاد يلزمنا نفكروا اش باش نعملوا بالفلوس هذه الكل، مش عاد نصرفوهم في ملذاتنا ونرجعوا للصفر كيما كنا. وهم ما هم عندهم أكثر من أسبوع مع التاجر في طريقهم لبلاده، كانوا كل ساعة يسألوه عن التجارة وكيفاش ينجموا يوليوا تجار كبار. وزاد كي شافوا القصر اللي عايش فيه اغلبهم الطمع، وقالوا بالفلوس اللي عنا نشريوا 3 جمال ونعبيوها بالسلعة، تمر ولا شعير، ونرجعوا لبلادنا ونتاجروا بها، وكيف تتيسر معانا الأمور نوليو نقسموا وكل واحد يمشي على روحه. ومن حينهم مشاو شراو 3 جمال وكل واحد عباه بالسلعة اللي يحب يبيعها. والصغير فيهم وهو يدور بالجمل متاعه في السوق يشوف في راجل كبير عامل كين نصبة قدامه يبيع في الحاجات القديمة. فما صندوق صغير عجبه، لقاه هكا صغير وتحفون، قال والله لما نشريه. بقى يستنى في صحابه الآخرين باش يهز منهم الفلوس ويشريه، وما هو المتكلف بالفلوس الكل هو صاحبهم الكبير، وهو عنده التركة الكل. قاعد يستنى حتاش خلطه، قالهم نحب نشري هالصندوق. بداو يلوموا عليه وسيب عليك من الحكايات الفارغة وما عندك ما تعمل بيه. قالهم لا نحب نشريه، وقعد متمسمر في بلاصته حتى لين شراوه له. هز هك صندوق وهو فرحان بيه ورماه في جيبه. ومنها قصدوا ربي 3 وهما يقودوا في هك جمال 3 ومعبيينهم بالسلعة، ومن فرحتهم انساو حتى باش يكري والدليل معاهم يوصلهم للبلاد اللي حاجتهم بها. قبل القوافل متاع التجارة ولا قوافل الحجاج ولا حتى المسافر على حصانه يلزم يكون يعرف الطريق، ما كانش يتوه في الصحراء. واللي ما يعرفش الطريق يلزم يكري معاه دليل يرشده وهو اللي يوصله وين يحب عليه. ولكن هم من فرحتهم انساو كل شيء وخرجوا من البلاد وحدهم. وما فاقوا برواحهم كان ما بعدوا على بلاد التاجر، ولا نجموا يرجعوا ولا نجموا يكملوا طريقهم، وقدامهم صحراء واسعة ما تعرف فيها لا شمال ولا جنوب. بعد اللي هذه أول مرة يسافروا فيها لبلاصة بعيدة، هيا قعدوا يخموا شوي، ومنها قالوا خلينا نمشوا القدام بلكشي نلقوا قافلة متعدية نمشيوا معاهم، وإلا نسألوهم يدلونا على الطريق. وقعدوا يمشوا أكثر من شهر، وفاع عليهم الزاد ورجعوا ياكلوا في السلعة نتاعهم متمر والشعير يوكلوا فيه الجمال، وما بقى عندهم شيء. كان هك 3 جمال وحتى هما هربوا منهم وضاعوا في الصحراء، ورجعوا للصفر كما كانوا خايفين. وقعدوا يدوروا وحدهم ما لقاوش كيفاش يعملوا، لا تعدت قافلة ولا لقاو حتى بلاد يرتاحوا فيها لين تعبوا. ولقاو سدرة قعدوا في ظلها وسلموا أمرهم لله. وساعات يبداو يلوموا في رواحهم، لو كان قعدنا في بلاد التاجر وحلينا حانوت مش خير؟ ولكن اللوم مع القضاء بدعة وما عادش ينفع ندم. وصغير فيهم جبدك الصندوق اللي شراه وما قعد له، كان هو عاد كل شيء ضاع. قاعد يتفرج عليه ومنها حب يحله يشوف شنو فيه، ما حبش يتحل. جاب عود وقعد يبربش فيه، وكي ما حبش يتحل اتغشش ورماها على حجرة.
يا أخي تكسر القفال متاعه وتحل، وتخرج منه ذبابة كبيرة تقول عجاجة، تفجع وتمسمر في بلاصته. ومنها بدأت تك الذبابة تمشي بشوي بشوي، وبعد خرجت منها الطفلة تقول أميرة من أمراء ممالك زمان، وهي تتحمد وتتشكر في ربي وتقول: أي الحمد لله خرجت من هالصندوق الممحون، عندي سنين وأنا محبوسة فيه. ومنها خزرت له وقالت له: يا سيدي، بما أنك خرجتني من هالحبس هذا، عندك 3 أمنيات نحققهم لك، أطلب اش تحب. زر لها وهو مفجوع، ومنها قالها: انت شكون وكيفاش خرجت من هاك الصندوق الصغير؟ قالت له: أنا جنية وحبسني ساحر في الصندوق 100 سنة، وتوا قل لي شنو أمانيك 3، خلينا نحققهم لك ونرجع لبلادي وأهلي. أصحابه كي شافوها جو يجروا، وصاحبهم الكبير قال لهم كالعادة: أنا الكبير فيكم وأنا باش نختار 3 أمنيات. يا أخي تغش الصاحب صغير وقال له: أنت أسكت، قعدنا نتبعوا فيك وهوين وصلتنا، الصندوق متاعي وأنا باش نطلب باش نحب. خزرت لهم الجنية وقالت لهم: راهو هو سيدي وهو اللي خرجني من الصندوق، وراني باش نحقق له أمنياته هو برك. ومنها خزر لها الصغير وقالها: هيا مالا، حقق لي الأمنية الأولى متاعي وتزوجني. هي تفاجأت وقالت له: كيفاش؟ قالها: كيما سمعتني، اتزوجني. قالوا له أصحابه الأخرين: يا ولدي فاش تحكي؟ في عوز تطلب منها ترجعنا لبلادنا وإلا تعطينا الكنوز والمال؟ ما لقيت كان هالأمنية وتوا هذا وقت الزواج. قالهم: انتم اسكتوا، خلوني أنا نتصرف. والطفل صغير طلع ذكي، يحب ياخوها باش تبقى ديما معاه وتبقى ديما تعاون فيه، ومن 3 أمنيات ويولي يتشرط كيما يحب كيف يتزوجها. تغششت الجنية، ولكن ما عليها كان تنصاع الأوامر، يلزمها تحقق له أمنياته 3 باش تنجم ترجع لأهلها وبلادها. ومنها قالت له: أنا موافقة، لكن خليني نمشي نشوف أهلي ونزورهم وبعد نرجع لك. قالها: عايش بيه تنجم تشوف أهلك، يا أخي أنا خرجتك من هاك الصندوق باش نرجع نحبسك من رخرة، أما خلينا نعرسه قبل وبعد برا على روحك. اش يكون يعرف، بلكي شي تمشي معاج ترجع. يا أخي صفقت بيديها وتتبدل هاكي الصحراء اللي قاعدين فيها لموكب عرس كبير، وهو وياها متصدرين في المنصة، ونساوين تزغرد والفرح قايم، والراجل ولا لابس أحسن لبسة تقولش أمير في زمانه، وهي كالأميرة بجنبه، وباتت ليلة تقول في أفراح الملوك والسلاطين. ومنها توا قتلوا: أنا باش نمشي نزور أهلي. قالها: رجعنا لبلادنا وبعد برا على روحك. صفقت بيديها مرة أخرى يلقوا رواحهم في البلاد اللي كانوا فيها قبل ما يمشوا مع التاجر، وزيد لقى في جيبه سرة معبية بالويز. تلفت لأصحابه وقالهم: ريتوا صاحبكم الصغير اللي حقرينه آش ينجم يعمل، تبعوني توا تشوفوا كيفاش توليوا. أي سيدي مشى شرى حانوت، هبط السلعة وبدأ يبيع ويشري، ومع الوقت كبرت التجارة متاعه وشرى حانوت أخرى، ومنها زاد حانوت أخرى في بلاصة أخرى، ولا عنده مراكب في البحر وقوافل توصل حتى الإسكندرية. ولا تاجر كبير في هاك البلاد، واصحابه يخدموا معاه، وكل واحد منهم مسؤول على تجارة، وكل واحد منهم ما يعمل حاجة كان ما يرجع له. يسمع به السلطان بعث له، جاه للقصر ولا قريب منه، ساعات يوصيه على حاجة يقضيها له. والتجار الأخرين غاروا منه ومشاوا لشهر بندر التجار، قالوا له: الماء يجري تحت ساقيك وانت راقد. قال له: مش فما. قالوا له: راهو الراجل اللي جهامز في الأيام وكان عنده حانوت برك، توا ولا تجر كبير وصار قريب حتى من السلطان. فيق، راهو نهار اخر يشد بلاستيك وتصبح انت تاجر عنده. قالوا: ما تخافوش، توا نلعبوا لعبة، نجيبوا يتكربس ونرجعوه كما كان. يا سيدي، السلطان بنته باش تعرس، طلبت من بوها باش يجيب لها خلخال ذهب مغلف بالياقوت من تركيا. والسلطان لشكون يوصي؟ قال: لصاحبنا التاجر. وشهر بندر التجار سمع بالحكاية، قال: هذه هي الفرصة اللي باش تجيبه في القاع. والتاجر صاحبه الكبير متكلف بالمراكب اللي تمشي لتركيا،
وصاه باش يجيب للسلطان خلخال ذهب مغلف بالياقوت اللي طلبه. يا أخي الشهر بندر التجار مشال صيغي صاحبه وقال له أصنع لي خلخال مغلف بالياقوت ولكن يكون ذهب حالصو، وهزوا معاه ومشات نكر ودخل بين القافلة متاع صاحب التاجر الكبير وعمل روحه يخدم معاهم، وسافر تكل مراكب لين وصلت لتركيا، واخذا صاحب التاجر الكبير الخلخال اللي طلبه السلطان وحطه في بيت في السفينة مع المراكب. شهر بندر التجار ما نقولنا تنكر دخل البيت هذيك وبدل الخلخال بهك الخلخال الفالسو اللي عنده. يا سيدي وصلت المراكب للبلاد وسلم صاحبه الكبير الخلخال الذهب لصاحبه الصغير، وهو بما أنه المسؤول مشى هزه للسلطان. وسلاطين ما هم ديما مشكوكين ويحبوا ديما يتأكدوا من حاجتهم. نادى على الوزير قال له جيب لي صايغي للقصر يشوفها. جاء فحسها مليح ومنها قال السلطان هذه راهي فالسو. قال له السلطان يا ولدي زد ثبت بالكشي راك غلط. قال له راني ثبتت وفحصت مليح ومتأكد هذه راهي قطعة فالسو. تغشش السلطان وقال لهم جيبوا لي هالكلب هذايا وارميهم في الحبس. ومن حينهم خرجت الجنود مشاو جابوه وحطوه في الحبس، وحتى أصحابه مشاو للوزير قالوا له شوف لنا حل. قال لهم هذه راهي حكاية كبيرة ما نجمش ندخل. نرجعوا توا لحكاية الجنية. ما هي مشيت لأهلها باش تزورهم، يا أخي عجبها الجو غديكا ونسيت روحها، وبالطبيعة ما هي المسكينة كانت غايبة عليهم 100 سنة، لكن تذكرت اللي راهي عرست بالتاجر ويلزمها ترجع له، وبما أنها أصبحت مرته باش تبقى معاه اللين يطلقها، ما كانش ترجع محبوسة في الصندوق. والجماعة بما أنه صاحبهم التاجر في الحبس ما نجموش يخدموا وما نجموه يعملوا شيء، قعدوا في الدار يخموا في حل المشكلة هذه. لين خرجت هي قدامهم وقتلهم اش بيكم وشنو صار فيكم بعد ما مشيت أنا؟ فرحوا بها وبداوا يلحلحوا بها باش تعاونهم تنجمش تخرج صاحبهم من الحبس. قاتلهم ما تخافوش أنا النجم نخرجوا، ومنها صفقت بيديها ومشات. وصاحبنا التاجر في الحبس يخمم بينه وبين نفسه من هو اللي عمل فيها العملة الكلبة هذه، وما نجمش يشك في صاحبه الكبير اللي هما كالأخوة ومستحيل يضروا بعضهم. لين خرجت الجنية قدامه عمل روحه متغشش منها وقال لها وين كنت يا أخي؟ مش قلت باش نزور أهلي ونرجع؟ إيش بيك بطيت يا أخي؟ هي ضحكت وقالت له أنا جيت باش نعاونك ونخرجك من الحبس، ولكن بشرط أنك تطلقني، نحب نرجع لأهلي وبلادي. ومن غير حتى تفكير قالها موافق. في الليل مشت الجنية لدار شهبندر التجار وهو راقد، جات فوق راسه وبدات توشوش في وذنيه. الراجل ولا يحلم بالكوابيس والموت وما عادش ينجم يلقد، ولا يشوفها في الليل وفي النهار، وساعات يبدأ قاعد تخرج له كالعبيثة قدامه وهي تهدد فيه وتقول له باش ترجع الخلخال للسلطان وألا راني نقتلك. بقى على هاك الحال مدة لين ما عادش يتحمل ومشى بروحه للسلطان واعترف بالنازل الكل، وخرج صاحبنا التاجر من الحبس ورجع لتجارته وطلق الجنية، ورجعت هي حرة لبلادها ولأهلها.